دفا يعني كوارع، يعني لما يكون الجو برد قوي كده يقول لك احنا عايزين حاجه تدفينا. طبعا مفيش احلى من الكوارع ان هي تدفينا في الساعه اللي احنا فيها دي. خصوصا بقى ما نعمل كده طبق فته حلو بالخل والثوم والصلصه. وشوربه الكوارع قد ايه بتدينا طاقه وبيبقى طعمها حلو قوي. وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم بتدفي، يعني الكوارع لزوم الدفا والبرد والساعه اللي احنا فيه ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وفي احسن حال يا رب، ودافيانين ومفيش حد تعبان ولا في اي حاجة. طبعا الجو الايام دي يعني الشتاء كان مستنى اما شهر 2 يجي ويقول لي يبدأ. يعني كان بيبدأ في 12، لا السنة دي بادئ في 2. كل سنة وانتم طيبين يا رب كده وربنا يعدها على خير كده ويسترها يا رب العالمين. احنا النهارده معانا يوم روتيني كده حلو في الساعة ولزوم الساعة كده والده اللي احنا فيه ده. المهم جايبين كارع كده حلو. لسه جاي طازة، جايبينه من لسه متقطع وما شاء الله عليه. فانا جبته بقى كده وفضيته زي ما انتم شايفين، وهبدأ افتح الحنفية عليه علشان نغسله. طبعا الكوارع دي غسيلها يعني بيبقى محتاجة غسيل كده معين، لان ممكن تلاقي فيها بعض شعرية. انا الكوارع بتاعتنا دي كانت نظيفة، بس انا بقول في العموم يعني ساعات بنلاقي مثلا في الكارع شعرية او حاجة، فبيبقى عايز يتنضف قطعة قطعة وحتة حتة. الكرع بتاعنا ده والله ما شاء الله نضيف قوي، من ناحيه الشعر ما كانش فيه خالص خالص. بس كان بقى الجلد ده كله انا مشيت عليه بالسكينه زي ما انتم شايفين. اي حته حتى اللي لونها اسود دي اللي كده كل ما تمشي بالسكينه كده وبتشيل اي حاجه في الجلد وبتخليه كده زي الشمع، ابيض ونضيف وزي الفل. كل ده واحنا لسه طبعا ما غسلناهاش ولا عملنا اي حاجه، لا انا حطيت الميه وقلت امشي على قطعه قطعه كده لحد ما انضف الجلد وانضفها حلو قوي، وبعد كده ابدا الغسيل بقى بتاعها. طبعا الغسيل بروح عاملاه بعد ما احوش بالسكينه كده زي ما انتم شايفين. بروح دعكاها بقى كده، حاطه عليها حبه ملح حلوين كتار كده وحبه دقيق، وافضل بقى ادعك فيها على الناشف من غير ميه، وافضل ادعك فيها قطعه قطعه من جميع الجنوب كده وادعكها دعكه محترمه بالملح. وبعد كده اروح سايبه فاتحه الحنفيه عليها وسايباها شويه لحد ما ما الدقيق كده والملح ده ينضفوا كل حاجه. وبعد كده هبدا اشطفها، وبعد كده بروح بقى بالليمون وافضل امسك الليمون وادعكها قطعه قطعه بالليمون. انا ما بحطش عليها خل، لان الخل ما بيبقاش حلو وانا بغسل بالكوارع بالذات، فما بحطش خل. انا بغسل بالليمون وبستكفي بالليمون وبتبقى معايا زي الفل. المهم بعد بقى ما غسلت كل المراحل دي وخلصناها، جبت صينيه كده او حل عادي، وبعدين بتروحي حاطه فيها حبه ميه وتسيبوهم لما يغلوا. اول ما يغلوا بنروح نازلين بالكوارع دي، طبعا لوحدها كده لسه ما بدأناش الشوربه ولا بدأنا طبخ الكوارع، لا ده المرحله الاولانيه. زي ما قلت لكم بروح حاطه كل الكميه الكارع اللي معايا في الصينيه وبسيبه ياخد غلوه واحده بس كده، تلاقيه بدأ يطلع الريم بقى الابيض كده على الوش. تلاقي قلبه واحده كده، وبتروحي واخده الكوارع وحطها بقى في مصفى ومصفياها وغسلها بقى تاني بالميه. بعد الغلوه دي زي ما قلت لكم الغلوه دي مهمه جدا، لانها بتحوش اي حاجه بقى في الكوارع. يعني الريم ده بيطلع في الميه دي، والميه دي طبعا بتترمي لان دي مش الشوربه. ولكن الغلوه دي لابد منها، لازم في الكوارع بالذات ان احنا نديها الغلوه دي غلوه واحده بس. اول ما تقلب كده غلوه، وبعدين بنروح واخدينها بقى وشطفينها تحت الحنفيه. بعد ما شطفتها جبنا بقى الحله دي، الحله بقى اللي هنطبخ فيها الكوارع. جبتها وحطيت فيها حبه زيت صغيرين، وبروح نازله بالكوارع زي ما انتم شايفين اهي. انا كده غسل كانت مغسوله وبعد الغلوه وما شاء الله. هروح بقى نازله بالكوارع كلها واديها تشويحه في الزيت، تشويحه حلوه قوي كده براحتها وما استعجلش. او زي ما انتم شايفين، شوفوا شكلها الحله سخنه قوي عشان الكوارع تنزل بعد الغسله تلاقيها كلها تشمع وترجع تسخن في ثواني. زي ما هبدا بقى اديها تقليبه كده وابدا اقلب القطع، هتلاقيها تبدا تاخد لون من تحت. يعني في بعض القطع هتلاقيها خدت لون كده محمر من تحت. فالمهم هبدا بقى اقلبها كل شويه كده. انا بقى مقطعه جزرايه كبيره ومقطعه بصلايه 4 تربع. والبهارات طبعا لزوم الشوربه، لان كوارع لازم الحبه الشوربه بتوع الكوارع دولت يشربوا ويبقوا طعمهم حلو قوي. فاحنا بنهتم ان احنا ننكي الشوربه ونخليها طعمها حلو. فزي ما انتم شايفين اهو الجزر والبصل والورق اللوري والقرفة الخشب والحبهان والمستكة. وبروح ببقى مسخنه ماليه الكاتل كده ومسخناه، وبروح نازله زي ما انتم شايفين. شوفوا بعمل ازاي،
الميه بتغلي لان الميه سخنه والحله سخنه ومشوحه تشويحه حلوه قوي، فتلاقيها بتبقبق كده. المهم بعد كده بروح مسخنه حبه ميه تانيين كده ومكمله الحله ان انا اغطي الكوارع بالميه اهو زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بقى هروح مغطيه على الكوارع واسيبها بقى تغلي براحتها. اما تغلي شويه كده وبعد كده بروح مهديه النار عليها تغلي بالراحه. كل ما تهدي النار على الحاجه اللي انت بتسويها قد ايه تديكي حبه شوربه حلوين وتدوب معاكي كده وتستوي وبراحتها. هي الكوارع بتاخد سوا شويه كتير عن اللحمه، فبس لا برضو استوت معانا وبقت ما شاء الله عليها. فطبعا هنعمل فتة زي ما انتوا شايفين. انا قطعت العيش اهون بالمقص كده قطع عشوائية يعني، وحطيته في صاج من غير زيت ومن غير اي حاجة طبعا. يعني ما احنا الموضوع مش مستاهل حبة زيت والزيت غالي، فاحنا حطيناه في الفرن تحت الشواية بياخد لون. وانا كل شوية بروح مطلعه شدة الصاج كده واروح مقلباه من غير زيت ومن غير اي حاجة، بيبقى زي الفل. ودلوقتي بقى هنعمل الصلصة بتاعة الكوارع بتاعة الفتة. انا جبت حلة وحطيت فيها حبة زيت وجبت حوالي 5 فصوص توم كده حلوين، وبروح مقطعهم قطع وبروح نازلة بيهم كده في الزيت تشويحة لحد ما يبدأوا يصفروا كده، يصفرهم ويتبلوا ويطلعوا الريحة بتاعتهم. بعد كده بروح نازلة بحبة خل. الحبة الخل دولت بيدوا طعم للصلصة بتاعة الفتة، بتبقى مميزة. يعني هي صلصة الفتة دي بتبقى مميزة بالذات بالخل بقى والثوم والحاجات دي. المهم بعد ما حطيت بقى حبة الخل زي ما انتوا شايفين، ببقى عاملة شفشقين عصير طماطم كده. انا مكترة الصلصة ولو فاضت عندي عادي، بس انا عاملاها كتيرة لان دي هي اللي هنحطها بقى فوق الرز وكده، فبتبقى هي الطعم والغموس نفسه بتاع الاكل اهو زي ما انتوا شايفين. انا بسيب بقى الطماطم دي تتسبك، بس بعد ما بحط لها البهارات بتاعتها دي معلقه كزبره ناشفه كبيره ومعلقه كمون ومعلقه سكر. معلقه السكر برضو بتدي طعم حلو قوي للصلصه بتاعت الفته، وفي نفس الوقت برضو عشان ما تعملش حموضه وكده، فالسكر اصلا بيخلي طعم الفته الصلصه حلو بيبقى. وده معلقه شطه. وهسيبهم بقى كده الطماطم دي بس تتسبك كده ولحد ما تبقى تخلص معانا وبنطفي عليها. شوفوا شكل الكوارع اهي وهي بتغلي كده براحتها، سايبينها تكتك كده مع نفسها. دلوقتي بقى هنعمل الرز بتاع الفتة. برضو رز الفتة بيبقى من الرز المميز، هو بيبقى ابيض مش بالشعرية ولا حاجة. وبعدين بحط كده الرز بحط حبة زيت وبروح مشوحة فوق الرز، وبروح حاطه طبعا كميه الميه المناسبه لكميه الرز اللي معايا. وطبعا لازم نحط حبه خل في الرز برضو بيدوا طعم حلو وبيدي خلوا الرز لونه ابيض. يعني الرز بيبقى ابيض قوي بتاع الفته، حتى ما نحطه على العيش ونحط عليه الصلصه بيبقى شكله حلو وبيبقى طعمه كمان حلو. يعني النهارده الخل والثوم ده هو الراعي الرسمي بتاع الاكله بتاعت النهارده. دلوقتي بقى هنعمل الدقه اللي هي الطشه نفسها اللي هنرشها على الفته. جبت طاسه وقطعت فيها برضو حبه ثوم. عايزه تهرسيهم او تدقوهم في الهون عادي اعملي كده بتبقى حلوه برضو، بس انا قطعتهم يعني الجو برد بقى ولسه هجيب الهون وادق وكده فعملتهم متقطعين اه. وبعدين بديهم بقى تشويحه كده، واول ما يبداوا يصفروا كده ويغيروا لون بروح حاطه معلقه كمون حطها في الزيت زي ما انتم شايفين، ودوباها كده على ان الكمون يطلع ريحته وطعمه مع الثوم. وبعد كده بروح نازله بالخل اهو. بروح نازله كانت خلاص ازازه الخل بتاعتنا خلصت فحطيت الكميه بتاعتنا والله وكفت وما شاء الله كانت زي الفل. وبقى برضو زودتها حبه ميه صغيرين كده، بس لو خليتها خل بس برضو بتبقى حلو اه. بروح بقى مزوده واسيبها بقى لحد ما تغلي غلوتين كده، وبروح طافيه عليها لان الخل بتبخر بسرعه فعشان ما تقليش اه. دلوقتي بقى انا هطلع الكوارع بتاعتنا خلاص استوت، فانا هدخلها كده في الفرن تاخد طعم برضو من الفرن وتاخد وش كده وتحميره حلوه. فجبت صينيه ورحت مطلعه فيها الكوارع اهي. بعد ما طلعتهم بروح حاطه بقى اجيب من الصلصه كانت خلصت او شوفوا العظم بان خالص وما شاء الله الكوارع استوت وكان طعمها زي الزبده، طعمها حلو قوي اه. فبجيب بقى الصلصه زي ما قلت لكم بحط صلصه ما بحطش كتير، لا انا بديها طعم بس كده ان هي تاخد طعم وما تدخل الفرن ويشتغل يديها تكتكه تتكتك كده في حبه الصلصه اللي انا هحطهم. يعني انا مش مغرقاها صلصه بقى وعايمه في الصلصه، لا انا حطت للقونيا بحط بهون بالمغرفه
الصلصه. يعني بحط على كل قطعه كده حبه علشان كلها تبقى واخده من نفس الطعم. وما بتدخل الفرن بقى بتتكتك مع نفسها. بشغل الفرن وبشغل الشوايه، او زي يعني مش مكتره صلصه ولا حاجه. والصلصه زي عشان قلت لكم لو فاضت عندي تفضل ما فيش فيها يعني طعم ولا حاجه. المعلقه بغرف بمعلقه علشان تبقى نظيفه، عشان لو هعمل بقى اكله تانية ما يبقاش فيها نفس الطعم، لان هي الصلصه كتير انا عاملاها كتير. فهبدا بقى اخد الصينيه دي كده واروح مدخلاها بقى الفرن كده زي ما قلت لكم تتكتك مع نفسها. وبروح بقى اهو كده خلاص عملنا بقى الرز، وعملنا الصلصه، وعملنا الطشه، وعملنا العيش. هبدا اغرف بقى. اشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد. مع السلامه.